السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا في تانية ثانوي. أهلا ومرحبا بكم في أول حلقة من حلقاتنا أو أول درس من دروسنا في الكيمستري بإذن الله. معك مستر خالد توفيق، هبقى معك في الكيمستري بعون الله. أهلا بيك في القناة بتاعتنا. إن شاء الله في القناة دي هنقدم لك محتوى مجاني، يعني أنت لو مش بتحب تنزل دروس وتضيع وقت وكده تقدر تتابع معانا. إن شاء الله المنهج هينزل لك أول بأول، وطبعا هنحدد وقت باذن الله ننزل فيه حلقاتنا وانت هتتابع معانا يوم بيوم، وهينزل لك طبعا ملخصات وهينزل لك اسئله والدنيا معاك هتبقى كويسه. طيب بما ان انت خلاص دخلت في تانية ثانوي فبالتالي انت دخلت المرحله جديده. ممكن تقول لي يا مستر المرحله الجديده دي بدات من اولى ثانوي؟ هقول لك لا، لان انت المرحله الجديده بتاعتك دي ابتدت من هنا. السنه اللي فاتت كنت بتاخد بعض المواد زي الانتجريتد ساينس، مش كده؟ تعال نتكلم على الشق العلمي شويه. كنت بتاخد انتجريتد ساينس، بس زي ما تقول كده انت المفروض كنت تاخد فيزيكس وكيمستري وبايو، بس للاسف انت لما خدت انتجريتد ساينس ما عدتش على الحاجات الاساسيه اللي معانا في الكيمستري. فعشان كده انا جيت هنا وابتدي معاك اول حلقه تاسيسيه ليك، هننزل ان شاء الله جزئين منها. الحلقتين دول باذن الله هيكون فيهم كل الاساسيات اللي انت محتاجها، يعني الحاجات اللي انت درستها في اعدادي ونسيتها، او الحاجات اللي كنت المفروض تدرسها في ثانوي ونسيتها، انا جاي اقولها لك بقى النهارده. خلاص؟ بس محتاجك تركز معايا، تحل معايا، وتسمع اللي انا بقول لك عليه، وتذاكر اول باول زي ما بقول لك، عشان باذن الله تاخد اول خطوه ليك او تمهد للطريق الجديد اللي جاي عليك، وهو ثالثه ثانوي. خلاص؟ مش بخوفك طبعا، بس انت محتاج خلاص، انت دخلت بقى. السنه اللي فاتت كنت بتقضيها وكده، لكن المره دي محتاج تشتغل بجد عشان باذن الله تخش احسن كليه، ويا رب كلكم تخشوا كليات جميله وتحققوا كل اللي نفسكم فيه. يلا معانا نبدا مع بعض. اول حاجه هنتكلم عليها ايه هي؟ قال لك اول حاجه هنتكلم عليها هنبتدي من زمان، من اول كلمه ماتر. من اول كلمه ايه؟ ماتر. سامعك يا بيه؟ اولا انت زمان كنت بتقول ان everything around us is called matter، يعني دي matter ودي matter ودي matter ودي matter، وكل حاجه حواليك عباره عن matter. يعني بدل ما تقول ان ده بن وده نوت بوك وده دي وايت بورد وهكذا، كل حاجه بيبقى ليها اسم. لا، احنا قررنا ان احنا نحط نيم واحد، النيم ده يعبر عن كل ايه؟ حاجه. النيم ده اسمه ايه؟ اسمه matter. خلاص؟ طيب لو جينا نبص على اي matter والتانيه، دي matter ومثلا القلم ده ماتر، صح كده؟ اولا ممكن احط الماتر دي على سكيل، صح؟ ويقيس لي ماس، يعني يقول لي 30 جرامز 40 جرامز وهكذا. يبقى اذا تقدر تقول ان الماتر ليها حاجه اسمها ماس. ليها حاجه اسمها ايه يا بيه؟ ماس. ايه كمان؟ قال لك ان انت لو جيت تبص على الماتر هتلاقي ان هي دايما بتاخد سبيس، صح؟ بتاخد سبيس. يعني انت الوايت بورد دي موجوده او محطوطه على سبيس، يبقى الماتر بيكون ليها ماس وبيكون ليها ايه يا بيه؟ سبيس، اللي احنا بنقول عليها، سامعك اللي فاكر، فوليوم. فكنت بتقول ان الماتر هي الديفينيشن الجميل بتاعنا is everything everything. طب everything ايه؟ has mass. سامعك يا بيه؟ has mass and volume. everything has mass and ايه؟ and volume. طيب كنا واخدين برضو زمان ان الماتر consist of small things، عباره عن حاجات صغيره. يعني ادي الماتر بتاعتك اهي، ادي الماتر مالها يا مستر؟ لما جينا نبص على الماتر زمان لقينا ان هي كانت عباره عن حاجات صغيره خالص، كنت بتسميها مولكيولز. كنت بتسميها ايه؟ مولكيولز. وكنا واخدين ان المولكيولز برضو عباره عن small things، حاجات اصغر منها. الحاجات دي كنا بنسميها في اعدادي ايه؟ اتومز. فكنا واخدين والله ان ال smallest building unit of matter is the atom. انا بقى جاي اكلمك النهارده عن المولكيولز وجاي اكلمك عن الاتومز. طب يا مستر هو ايه علاقه الماتر بالكيمستري؟ هو انا ليه اصلا يا مستر بدرس كيمستري؟ اشمعنى؟ هقول لك ان الكيمستري دي داخله حرفيا في كل حاجه حواليك. كل حاجه حواليك عباره عن كيمستري. يعني مثلا القلم ده فيه انك، والانك ده داخل فيه كذا حاجه مع بعض، فده كيمستري. علبه الشامبو بتاعتك اللي انت بتستحمى بيها، تبص في ظهرها كده تقرا 3000 حاجه انت مش عارف اصلا تقرا اسمهم ايه. فده كلها عباره عن كومباوندز واليمنتس، حاجات اتحطت على بعض ادتك الشامبو ده. وهكذا بقى في الميديسين وفي الفيرتلايزرز اللي هي الاسمده يعني، وهكذا.
فانت حواليك الكيمستري تقريبا داخله في كل حاجه، لدرجه ان هم كانوا بيقولوا عليها المين برانش اوف ساينس، اساس الساينس، او عارف انت السنتر او الاساس بتاع الساينس. فانا يهمني بقى ان انت تعرف كل حاجه عن الكيمستري وتبقى ملم بالديتيلز والتفاصيل بتاعتها، عشان بكل بساطه ربنا يكبر بخاطرك ويرزقك وتخش في ثالثه ثانوي ان شاء الله 10 على 10. خلاص. طبعا انتوا حصل تعديل كده بسيط على المنهج بتاعكم السنه دي، فدخل جزء محتاج التاسيس ده جدا. في جزء كده خلاص اسمه كيميكال كالكوليشنز، حاجه كده كانت في السنه اللي فاتت في اولى ثانوي المنهج القديم بتاع الكيمستري، فانت محتاج تركز معايا في كل كلمه هقولها. ماشي يا مستر. فالماتر الكيمستري بقى studies the matter، يعني حرفيا الكيمستري it's the science او the branch of science that studies the matter، الاساس او الحاجه اللي بتدرس الماتر. فبالتالي الكيمستري مش بس بتدرس الماتر، ده كمان بتعملها ديسكريبشن، بتعرف ازاي هي بتعمل رياكشن وبتعمل ديسكريبشن او بتوصفها وصف تام. فبالتالي لازم بقى اكلمك عن الماتر، لان الكيمستري دراستها الماتر. طيب فاذا الماتر قلنا ليها everything has mass and volume. طيب وعباره عن موليكيولز، والموليكيولز عباره عن اتومز. طيب الماتر دي الاول لو جيت اكلمك عليها هقول لك ان الماتر هاز 3 ستيتس. سامعك؟ اول حاجه اسمها سوليد، تاني حاجه اسمها ليكويد، تالت حاجه اسمها ايه؟ جاز. Those are the 3 states of matter. 3 states of matter دي انت سمعت عنها قبل كده. يعني انا مثلا ممكن اقول لك ان السوليد ده زي الايس، وممكن اقول لك ان الليكويد ده زي الووتر، وممكن اقول لك ان الجاز ده زي الايه؟ زي الفيبر. في مشكله في هذا الكلام؟ خلاص يا بيه. طب يا مستر بالنسبه للموليكيولز يا مستر، بص يا بيه، الموليكيولز في منها 2 تايبس، يعني الموليكيول في منه نوعين. اول نوع معاك حاجه بسميها element، حاجه بسميها ايه؟ element، اسمها ايه؟ element. النوع الثاني من الموليكيول حاجه بسميها compound، حاجه بسميها ايه؟ compound. يبقى الموليكيول has 2 types، يا اما تقول element يا اما تكون ايه؟ compound. اصحى معايا. طيب الاليمنت اللي هو الموليكيول ده، الاليمنت اصلا عباره عن اتومز، صح؟ الاليمنت بقى اللي هو عباره عن اتوم، في منه يكون عباره عن 1 اتوم، وفي منه عباره عن ايه؟ عباره عن 2 اتومز. خلاص؟ يبقى الاليمنت في منه نوعين، يا اما نوع يكون عباره عن 1 اتوم، يا اما نوع يبقى عباره عن 2 اتومز. طب انا اعرف منين يا مستر اذا كان الاليمنت عباره عن 1 اتوم ولا 2 اتومز؟ تعالى كده بص، هكتب لك الاول ال1 اتوم، زي مثلا حاجه زي كده صوديوم، كنت انت واخده ان ايه. طب ايه تاني؟ عندك كالسيوم سي اي. طب ايه تاني؟ عندك بوتاسيوم، بوتاسيوم اللي هو الكي. خلاص؟ دي كلها اليمنتس عباره عن اونلي 1 اتوم. طب بص بقى، معلش يا مستر، امال ايه هو الاليمنت اللي هو عباره عن 2 اتومز؟ اهو 2 اتومز. مين بقى؟ قال لك بص يا بيه، ال2 اتومز دول معاك 7 حاجات. معاك كام حاجه؟ 7 حاجات: فلورين، كلورين، برومين، ايودين. فلورين، كلورين، برومين، ايودين. ايه تاني؟ اكسجين، هيدروجين، نيتروجين. يبقى معاك 7 حاجات. فلورين، كلورين، برومين، ايودين. فلورين، كلورين، برومين، ايودين، اكسجين، هيدروجين، نيتروجين. هم دول عباره عن اليمنتس. الاليمنتس دي عباره عن 2 اتومز. في مشكله في هذا الكلام؟ طيب يا مستر انا اعرف منين اذا كان الاليمنت اللي معايا عباره عن 1 اتوم ولا 2 اتومز؟ هقول لك بكل بساطه، احفظ ال2 اتومز. يعني انا قلت لك فلورين هتقول لي 2 اتومز، طب لو قلت لك صوديوم هتقول لي لا 1 اتوم. ليه يا مستر؟ اصل هو مش من ضمن ال7 دول. يبقى ال7 دول هم بس ال2 اتومز، غير كده اليمنت عباره عن 1 اتوم. طيب تعالى بقى كلمني يا مستر عن الكومباوند. قال لك ان الكومباوند ده من اسمه كومباوند. ليه بقى؟ لان هو اتليست على الاقل عباره عن ايه؟ عباره عن 2 اتومز. ما هو اسمه كومباوند يا مستر. كومباوند دي يعني حاجات محطوطه على بعض. خلاص؟ اتليست 2 اتومز. يعني مثلا اما اجي اقول لك ان ACL، سؤال بقى، هل ال2 اتومز اللي هنا سيميلر ولا ديفرنت؟ اكيد ديفرنت. واحد اسمه NaCl، ما هو اصلا اسمه كومباوند يعني حاجات مختلفه. يبقى NaCl ده عباره عن ايه؟ عباره عن ديفرنت اتومز. ديفرنت ايه؟ اتومز. طب اسمه ايه ده؟ اسمه صوديوم كلورايد. اسمه ايه؟ صوديوم كلورايد. يبقى انت دلوقتي عندك الاليمنت في منه
يا اما 1 اتوم يا اما 2 اتومز، وهنحفظ ال 2 اتومز. الكومباوند لا، الكومباوند اتليست 2 different اتومز. يهمني بقى يا بيه طالما انت دخلت وخدت كيمستري ما ينفعش وانت في المرحله دي ما تكونش بتعرف تكتب كومباوند. لازم تتعلم ازاي بتكتب كومباوند لان ده الاساس بتاعك. يعني انت عارف انت زي بتوع الانجليزي كده، لو انت واحد كفته في الانجليزي خالص ودخلت تمتحن عليه مش هتعرف تحل حاجه، هعتبرك كانك الناس محتاجين محو اميه. لا، الكيمستري كده برضو، لو انت مش بتعرف تكتب كومباوندز مش هتعرف تحل كلمه. فانا هعرفك قدام ازاي تكتب كومباوند. ماشي؟ بص بقى معايا، عشان نعرف نكتب كومباوند يا مستر محتاجين نعرف بس يا حبيبي شويه حاجات كده عن الاتوم. محتاجين نعرف شويه حاجات عن الايه؟ الاتوم. ازاي؟ قال لك ان الاتوم عايزين نتكلم عن حاجه اسمها اتوميك ستراكشر، حاجه اسمها اتوميك ايه؟ ستراكشر. خلاص يا بيه؟ بس قبل ما اخش في الاتوميك ستراكشر ده عايزك تتاكد او عايز اتاكد ان انت فاهم. يا ترى الاليمنت والكومباوند، الاليمنت والكومباوند مين فيهم بيور ومين فيهم مش بيور؟ اكيد يا مستر اكتر حاجه بيور هي الاليمنت. ليه؟ لان الاليمنت حاجه واحده اهو، فلورين او كلورين، صوديوم او كالسيوم، يبقى الاليمنت ده بيور. طب هل الكومباوند ده بيور؟ لا. ليه يا مستر الكومباوند مش بيور؟ ما هو حاجات ديفرنت يا حبيبي، هيبقوا بيور ازاي؟ خلاص؟ يبقى الاليمنت ده عباره عن the most pure form of matter. ايه هو الاليمنت؟ the most pure form of matter. الاليمنت the most pure form of matter. طب هل الكومباوند بيور؟ طيب تعالى يا مستر بقى كلمني عن الاتوميك ستراكشر. محتاجين نعرف الاتوميك ستراكشر. بص يا بيه، عشان تفتكر دايما الاتوميك ستراكشر شكل الاتوم يعني عامل ازاي، كنا بنشبهه دايما بالسولار سيستم. كان شبه مين؟ السولار سيستم. ازاي؟ السولار سيستم عباره عن صن في النص surrounded by orbits at which planets are revolving. صح؟ مش ده كده عباره عن السولار سيستم وميركوري بقى وفينوس واورانوس والكلام الحلو ده. بس انا هنا جاي احكي لك عن الاتوم مش عن السولار سيستم. فالاتوم شبهه شويه من حيث ايه؟ من حيث ان هي برضو عندها حاجه في النص بس ما اسمهاش صن، اسمها نيوكليس. يبقى اللي في النص اسمها ايه؟ نيوكليس. امال اللي بره دول بدل ما هتقول عليهم اوربتس هتقول عليهم انرجي ليفلز. انرجي ايه؟ ليفلز. افكرك كنت واخدها في اعدادي اللي هي كي ال ام ان او بي كيو. خلاص؟ دول الانرجي ليفلز بتوعك. وبدل يعني ده كده كي ده ال ده ام، بدل بقى ما هتقول على دول بلانيتس هتقول عليهم اي. مين اي دي يا مستر؟ اي دي الكترونز. الكترونز اهو، يبقى ديت اي ودي اي ودي اي. في مشكله في هذا الكلام؟ طيب النيوكليس، هل النيوكليس فاضي يا مستر؟ برضو لا. النيوكليس فيها حاجتين بي وان. بي وان. طب يا مستر الالكترونز اللي هم كانوا بره او الاي ديت معناها الكترونز، وكاتب لي فوق يا مستر حاجه كده نيجاتيف. صح؟ الالكترونز كانوا نيجاتيف. طب مين البي والان دول يا مستر؟ البي حاجه بوزيتيف بنسميها بروتونز. البروتونز دي عباره عن بوزيتيف تشارجز، بوزيتيف تشارجز، والالكترونز عباره عن نيجاتيف تشارجز. طب امال مين الان يا مستر؟ لا الان دي بقى بي اسمها نيوترونز. اسمها ايه؟ نيوترونز. فالنيوترونز دول كان بيتكتب فوقهم كده دايما بوزيتيف نيجاتيف. طب يا مستر بوزيتيف نيجاتيف معناها ايه؟ معناها ان دول ان النيوترونز لا هم بوزيتيف ولا هم نيجاتيف، زي الزيرو في الماس كده. It's not a positive number nor a negative number. النيوترونز كده بقى لا هم بوزيتيف ولا هم نيجاتيف. خلاص؟ فبقى الاتوم بتاعتك بقت شكلها عامل ازاي؟ nucleus in the center contains protons and neutrons surrounded by energy levels at which electrons are revolving. في مشكلة في الكلام ده؟ تعال نلخص اللي احنا قلناه بسرعة. احنا قلنا يا مستر ان في حاجة اسمها تشارجز. في حاجة اسمها ايه؟ تشارجز. التشارجز دي في منها البوزيتيف والنيجاتيف والان. وقلنا يا مستر ان البوزيتيف او البي اسمها بروتونز، والبروتونز دي بتكون بوزيتيف والالكترونز بتكون نيجاتيف. طب الان
ال N it's not a positive or negative charge. امال هو ايه يا مستر؟ اسمه نيوترال. نيوترال means not positive and not negative. خلاص؟ وحتى هو بص سميت البي بروتونز ليه؟ لان هم بوزيتيف. طب سميت الان نيوترونز ليه؟ لان هي نيوترال. يبقى نيوترال means it's not a positive or negative. طيب ماشي. عايز بقى اقول لك كام نوت كده مهمه جدا. في نوتس مهمه جدا لازم حضرتك تعرفها. ايه هي؟ اول نوت معاك، اول حاجه معاك يا بيه، تعالى كده بص لي على النيوكليس. النيوكليس فيها، سيبك من الباقي، بتكلم على النيوكليس. النيوكليس فيها بي بوزيتيف وان نيوترال. لو سالتك بقى هي ايه هي التشارج بتاعت النيوكليس، هتبص كده وتقول لي يا مستر الان دي نيوترال يعني ملهاش تشارج، فيتفضل التشارج البوزيتيف بتاعت البروتونز. يبقى انا اقدر اقول لك ذا نيوكليس، النيوكليس مالها از بوزيتيف او هاز بوزيتيف تشارج. في مشكله؟ طب ليه؟ because it has positive protons. طب ما هي فيها ان يا مستر برضه، ما هي يا ابني مالهاش ما هي نيوترال مالهاش تشارج. الله يرضى عليك. طيب تاني حاجه، لازم تكون عارف ان النمبر اوف بروتونز لازم دايما يكون ايكوال النمبر اوف الكترونز. لازم دايما البروتونز قد الالكترونز. ازاي يا مستر؟ يعني انت لو معاك 11 بروتونز يبقى لازم يكون معاك 11 الكترونز. لازم الاثنين يبقوا قد بعض. طب ليه يا مستر؟ هقول لك لو جينا نبص على الاتوم كلها بقى، مش هنا بس، لا الاتوم كلها. الاتوم كلها بيكون فيها البروتونز قد الالكترونز. طب ده بيعمل ايه؟ ده بيخلي الاتوم كلها الاتوم بيخليها كلها ايه بقى؟ از نيوترال. الله يا فنان، الله يا فنان. طب ليه يا مستر الاتوم بتكون نيوترال؟ ما هو يا ابني البوزيتيف قد النيجاتيف، فالاتوم كلها هتبقى نيوترال. خلاص يا عم، لو البوزيتيف ان شاء الله ربنا كرمهم وبقوا اكتر تكون الاتوم بوزيتيف، ولو العكس في الالكترونز تكون نيجاتيف. بس انا بقول لك ان هم قد بعض. يبقى اذا يا مستر الاتوم كلها التشارج بتاعتها ايه؟ نيوترال. في مشكله؟ يبقى انا من هنا ورايح لو اديتك البوزيتيف تقول لي النيجاتيف قده بالظبط. في اي مشكله؟ طب ايه تاني يا مستر؟ تالت حاجه قال لك ان الماس ذا ماس اوف ذا اتوم از concentrated in nucleus. يعني ايه يا مستر الجمله دي؟ مش فاهم حاجه. وبعدين يا مستر انا شايف حاجه مش منطقيه، انت بتقول لي الماس اوف اتوم، هي الاتوم ليها ماس؟ يا بيه بص كده، مش الماتر فوق اهو، مش everything has mass and ايه؟ فوليوم. طب ما الماتر ليها ماس، يبقى الموليكولز ليها ماس، يبقى الاتومز ليها ماس بس فيري سمول. طب يا مستر اشمعنى قلت ان الاتوم ان الماس بتاعت الاتوم في النيوكليس؟ هقول لك بص، انت دلوقتي لو جينا احنا بفضل الله نجيب الماس بتاعت الاتوم. الماس بتاعت الاتوم موجوده فين؟ في البي والان والاي. جينا نحسبها لقينا ان الماس بتاعت الان 1 يو. ايه يو دي يا مستر؟ انا كنت اخر حاجه سامعها عن الماس يعني ان هي بالجرام. اقول لك لا، ما هو اليو دي هي الميجرنج يونت بتاعت الماس للحاجات الصغيره. خلاص؟ بدل ما تقول جرام، لا مش منطقي تقول على اتوم بالجرام، فبنقول باليو، اتوميك ماس يونت. بس انت قول يو خلاص. البي او البروتونز برضو ب1 يو. يعني يا مستر ال1 بروتون قد ال1 نيوترون، الاثنين نفس الماس، بس الالكترون 1/1836 يو. يبقى يا مستر الالكترون اصغر في الماس من دول ب 1836 مره، يعني اصغر منهم بكتير جدا. يعني انا لو هقارن فهقول لك ان الالكترونز هي الريشه والنيوكليس هي الفيل. هل انت بقى لو ضفت الريشه على الفيل هتفرق؟ والله لا. يبقى الماس بتاعت الاتوم كلها متركزه في النص. ليه في النص؟ ما احنا قلنا بقى الماس بتاعت الالكترونز فيري سمول فنجليجابل، كأن هم مش موجودين. عشان كده يا مستر الماس بتاعت الاتوم النيوكليس عشان هي فيها البي وفيها الان. بما ان احنا خدنا الاتوم وقلنا ان الاتوم خدنا الاتوميك كونستراكشر بتاعها، خدنا الاتوميك ستراكشر، يا ترى شكل الاتوم عامل ازاي؟ رسمنا ان هي عباره عن نيوكليس surrounded by energy levels، ورسمنا في النص حاجه اسمها بي بوزيتيف وان نيوترال، وبره كان فيه ايه؟ الكترونز.
طيب احنا قلنا والله ان الماس بتاعت الاتوم is concentrated inside the nucleus. يعني قلنا البي والان اللي هما اللي في النيوكليس هما اللي فيهم الماس بتاعت الاتوم، صح كده؟ انت بقى لو جيت حطيت البي على الان هيديني حاجه اسمها ماس نمبر، هيديني حاجه اسمها ماس ايه؟ نمبر. ولو جيت مسكت البي بس، البي بس بيديني حاجه اسمها اتوميك نمبر. اتوميك ايه؟ اتوميك نمبر. يبقى اذا البي والان يا مستر اللي هم في النيوكليس هم دول بيمثلوا الماس بتاعه الاتوم، والبي بس بتمثل حاجه اسمها اتوميك ايه؟ اتوميك نمبر. في مشكله في هذا الكلام؟ انا بقى عايز حضرتك، او عايز اسالك سؤال، يعني عايزك تشغل دماغك كده وتقول لي هو انا من هنا كده لو عايز اجيب الان بس اعمل ايه؟ مش انت البي والان هم الماس نمبر والبي بس هو الاتوميك؟ طب ما انت لو عايز تجيب الان بس اللي هو النيوترونز ممكن اقول له ماس ماينس اتوميك يديني الان بس اللي هو النيوترونز. طيب ما علينا. انت بقى محتاج تفتكر حاجه اسمها elements، محتاج تفتكر الاليمنتس اللي احنا اخدناهم زمان. الاليمنت، وطبعا مش كل الاليمنتس هخليك تفتكرها، بس هنفتكر معظم الحاجات اللي بتتكرر كتير. بس بغض النظر عن كده فانت الاليمنت كنا بنكتب حاجات زي مثلا Na، كنا بنقول عليه مثلا حاجه زي صوديوم، Ca كالسيوم. خلاص، كان كل اليمنت بقى بيتكتب تحته نمبر وفوقه نمبر تاني. النمبر اللي تحت ده بنسميه النمبر اللي تحت ده بنسميه اتوميك نمبر. يبقى تاني اهي النمبر اللي تحت ده بنسميه اتوميك نمبر. اتوميك ايه؟ نمبر. والنمبر اللي فوق ده بنسميه ماس نمبر. خلاص، يبقى انت معنى كده يا مستر ان انت بتكتب الماس بتاعه الاتوم فوقها والاتوميك او البروتونز بتاعه الاتوم تحتها. خلاص، يبقى ده اسمه صوديوم. طب سي ايه اللي هو الكالسيوم؟ ادي الكالسيوم سي ايه بيتكتب تحته نمبر زي ال 20، ده اللي هو الايه؟ الاتوميك نمبر، وفوق الماس نمبر. خلاص كده. طيب احنا في معظم المنهج بتاعنا هنحتاج اللي تحت بس، او هنحتاج الاتوميك نمبر، مش هنحتاج الماس نمبر. طب وبما ان انا معايا هنا 11 بروتونز، ما انا قلت لك بقى ان اللي تحت ده الاتوميك اللي هو البوزيتيف، واحنا خدنا من شويه نوت بتقول لي ان البوزيتيف ايكوالز ذا نيجاتيف. يبقى انا معايا 11 بروتونز و11 نيجاتيف او الكترونز. خلاص كده. طيب يهمني بقى حضرتك تفتكر ازاي كنت بعمل ديستريبيوشن، كنت بوزع ال11 دول ازاي. حضرتك كنت بتعمل كده، بص كنت تعمل كده لو انت فاكر كي ال ام توزع ازاي. كنت تحط في اول انرجي ليفل 2 وتاني انرجي ليفل تحط 8، لان اول انرجي ليفل اخره 2 والتاني اخره 8. يتفضل ايه؟ يتفضل 1 2 8 1. طيب حاجه زي كده سي 8 20 20 يبقى 2 8. طب تالت واحد احط فيه يا مستر 8 برضو، لان اي انرجي ليفل بعد الاولاني اخره 8. اخر واحد احط فيه ايه؟ 2. طب عندك مثلا ام جي 12 هتكتب ايه؟ 2 8 2. طيب عندك مثلا ال اي 3 هتكتب 2 1. خلاص كده، وهكذا. طيب عندي مثلا يا مستر ان 7 2 5. طب عندي يا مستر اتش 1 اتش 1 هكتب 1. في مشكله في الكلام ده؟ طيب انا بقى محتاجك تعرف الاليمنتس اللي الاتوميك نمبر بتاعها من اول 1 لحد 20. هنكتب كده، بص يا بيه، ادي اتش 1 هيدروجين، وبعدين اتش اي 2 هيليوم، ليثيوم 3 بريليوم بي اي بورون. ايه كمان معاك؟ كربون، معاك نيتروجين، معاك اكسجين، معاك فلورين، معاك نيون، معاك صوديوم، معاك مغنيسيوم، معاك ألمونيوم، معاك سيليكون، معاك فوسفورس، معاك سلفر، معاك كلورين، معاك أرجون، معاك بوتاسيوم، واخر حاجه معاك الكالسيوم 20 اتوميك نمبر او 20 بروتونز. يهمني بقى تعرف او تحفظ الاليمنتس دول من حد 1، من اول 1 لحد 20. يبقى هيدروجين خلاص،
هيليوم، هيدروجين، هيليوم، اكتب الاسامي ورايا، ليثيوم، بريليوم، بريليوم اللي مفيش مكان بقى مش هنكتبه، بورون بي اهو 5، بورون، سي كربون، ان نيتروجين، او اكسجين، وهكذا. خلاص هتعيد بقى الاسامي اللي انا قلتها وتكتبهم، وانا كده كده هبعت ملخص البي دي اف ده. طب دي كده الاليمنتس اللي انا عايزك تحفظها من اول 1 لحد ايه؟ لحد 20. ماشي ماشي يا مستر، هنحفظ من 1 لحد ايه؟ 20. طيب يهمني بقى اعرف الاليمنتس ديت التقسيمه بتاعتها. الاليمنتس دي احنا بنقسمها لانواع. ايه هما؟ بنقسم الاليمنتس دول لميتالز، بنقسمهم لنون ميتالز، بنقسم الاليمنتس لميتالز، بنقسمهم لنون ايه؟ نون ميتالز، بنقسمهم لحاجه اسمها انرت جازز، في حاجه اسمها سيمي ميتالز بس مش عايزها دلوقتي. قال لك مين هم الميتالز؟ قال لك الميتالز دول اللي هم الاليمنتس، مالهم؟ الاليمنتس that can، اوعى تنسى can conduct ايه؟ heat وكمان electricity. دول كنت بتقول عليهم ميتالز. امال مين النون ميتالز يا مستر؟ لا ده دول العكس بقى، دول بقى elements that can't conduct، ما بيوصلوش يا مستر heat and electricity، وهم اسمهم نون ميتالز يعني مش بيوصلوا حاجه. ودول جازز، والجازز دول او الانرت جازز ما بيخشوش اصلا الرياكشن. مش بس كده، قال لك الميتالز عندك حاجه زي ال Na11 Mg12 Al13. لو جيت توزع 11 هتقول 281. طب مغنيسيوم 282، ألمونيوم 283. الميتالز بتلاقي دايما في معظم الأحوال إن الميتالز have 1 or 2 or 3 electrons in their last energy level. دايما الميتال كده هتلاقي معاه يا إما 1 إلكترون في اللاست، يا إما 2، يا إما 3. طب النون ميتالز يا مستر، النون ميتالز زي P15، زي S16، زي Cl17. هنوصل هنعمل كده، بص، فوسفورس 285، سلفر 286، كلورين 287. دول بقى نون ميتالز بيكون معاهم 5 الكترونز في اللاست انرجي ليفل بتاعهم، او 6 الكترونز او 7 الكترونز في اخر انرجي ليفل بتاعهم. طيب اخر حاجه معاك اللي هي الانرت جاز. الانرت جاز عندك زي مثلا Ne10 نيون، او Ar18 ارجون. لو جيت توزع Ne10 هتقول 28، لو جيت توزع الارجون 18 هتقول 288. خلاص كده يبقى الانرجي ليفل بتاع الانرت جاز اخر انرجي ليفل بتلاقيه كومبليت في 8. في مشكله؟ طيب انت لما كنت بتاخد بقى element زي الميتالز، اي element بقى اللي هم كان كوندكت هيت والكتريستي زي الايرن زي السيلفر زي الحاجات دي، وتوزع زي ال Na كنت بتوزع وتقول 281. طيب الاليمنت ده لو انت فاكر كنا واخدين دايما ان اي اتوم يا شباب بتحب تبقى ستيبل. يعني دايما عارف انت الاتومز كلها بشكل عام سواء ميتال او نون ميتال بتحب تكون شبه الانرت جازز. يعني من الاخر الاتوم بتحب تبقى كومبليت. خلاص، يعني من الاخر محتاجين اللاست انرجي ليفل بتاعهم يبقى مليان. فلان ايه لو جيت تبص عليه هنا هتلاقي ان اللاست انرجي ليفل بتاعه في 1. طب هو يتملي ازاي؟ هتقول لي يا مستر يا اما اضيف عليه 7 ويبقى 8، يا اما يا مستر اشيل ال1 ديت خالص. وهو ده بقى اللي بيحصل، ان هو بيكون معاه 1 بس بيعمل الحاجه الاسهل. يعني انزل سلمه ولا اطلع 7 سلالم؟ لا يا مستر انزل سلمه اسهل. عشان كده كنا واخدين ان الميتالز بتعمل لوز. طب ده هيعمل لوز كام؟ هيعمل لوز 1 الكترون، ويبقى ايه؟ ويبقى 2 8. طيب مش هو كان معاه 11 بوزيتيف وكان معاه 11 نيجاتيف؟ يا مستر. طب هو لما خسر منين؟ من النيجاتيف. يعني النيجاتيف بدل ما هو 11 بقى 10 نيجاتيف. الله، يبقى مين اكتر بقى، البوزيتيف ولا النيجاتيف؟ لا يا مستر ده البوزيتيف 11 اكتر من النيجاتيف. فراح اقول له ان ال Na بقى بوزيتيف. واسمه ايه ده بقى؟ اسمه بوزيتيف ايون. اسمه ايه يا بيه؟ بوزيتيف ايون. طيب الام جي قول معايا انت بقى 282. قول لي انت بقى سامعك، هيعمل لوز ولا جين؟ ايوه بالظبط هيعمل لوز. طب هيعمل لوز كام؟ المحترم اللي بيقول لي هيعمل لوز 2 يا مستر، عشان ده اسهل من ان هو يطلع 6. يبقى هيبقى 28.
ماشي يا مستر، انت ما كان معاك 12 بوزيتيف وكان معاك 12 نيجاتيف، النيجاتيف خسرت منهم 2 الكترونز فبقوا 200. مين اكتر، البوزيتيف ولا النيجاتيف؟ لا البوزيتيف. بكام؟ ب 2. يبقى اكتب ام جي بوزيتيف 2. خلاص، وده برضو اسمه بوزيتيف ايون. طيب انت يا مستر هنا مكلمني عن الميتالز، طب ما تيجي يا مستر تكلمني على النون ميتالز. لا النون ميتالز عكس الميتالز بالظبط. لو الميتالز بتعمل لوز فالنون ميتال بتعمل جين. يعني مثلا البي 15، البي 15 ده لو جيت تعمله هتلاقيه 285. يا محترم قول لي بقى، طب ده هيعمل لوز ولا جين؟ لا ده بقى ساعتها يا مستر هيعمل جين. ليه يا عم؟ ما عشان يبقى فيه 8 في اخر انرجي ليفل، فلما يعمل جين بالمنظر ده هيعمل جين كام؟ 3 الكترونز، اسهل من ان هو يخسر 5، فيتحول ل 288. برضو بقى شبه الانرت جاز. كان معاك 15 بوزيتيف يا بيه و15 نيجاتيف يا بيه، اخد 3 الكترونز، فالنيجاتيف عنده اتحول ل 18 نيجاتيف، فبقى النيجاتيف عنده اكتر من البوزيتيف، فاقوم قايل ان البي بقى نيجاتيف. طب نيجاتيف كام؟ 3، لان النيجاتيف بص 18 صح، اكتر من البوزيتيف ب 3. ده بقى اسمه نيجاتيف ايون، اسمه نيجاتيف ايه؟ ايون. في مشكله في الكلام ده؟ او انايون يعني لهم اسمين. طيب عندك اس 16 هيبقى 286، ده بقى يعمل لوز ولا جين؟ لا جين 2 الكترونز عشان يبقى ستيبل او يستقر يعني ويبقى زي الانرت جاز 288، فبقى اس نيجاتيف 2. في مشكله في الكلام ده؟ طيب محتاجك بقى تكون عارف ان انا دلوقتي عندي يا اما نمبر اوف lost electrons، يعني يا اما في الكترونز بنخسرهم، or gained electrons، صح؟ في الكترونز من اللي انت شفته ده يا اما بنخسرهم يا اما بنكسبهم، او الالكترونز اللي احنا بنخسرهم او بنكسبهم دول اسمهم فالنسي. اسمهم ايه يا بيه؟ اسمهم فالنسي. يبقى الفالنسي ده هو النمبر اوف الكترونز gained or lost. بمعنى يعني انا مثلا المحترم اللي هو ده ام جي ده 12، مش انت عملت 282 وقلت لي لوز 2 الكترونز، ده اقدر اقول ان الفالنسي بتاعته 2، يعني اقول ان هو داي فالنت. داي فالنت دي معناها لوز 2. طب ماشي، طب افرض عملت لك كده اس 16، خلاص يا مستر بقى، او يا عم بلاش اس 16 08 26 جين كام؟ لا ده جين 2. خلاص ده برضو الفالنسي بتاعته ايه؟ الفالنسي بتاعته 2، يعني داي فالنت. في مشكله؟ يبقى انت الفالنت ده معناها النمبر اوف لوست اور جيند الكترونز، انت خسرت كام او كسبت كام. هتقول لي يا مستر طب انا عايز افرق، ما انا ممكن كلمه داي فالنت دي يا اما ابقى خسرت 2 او كسبت 2. هقول لك ما حضرتك تشوف بقى هل هو ميتال ولا نون ميتال. لو ميتال بيبقى بوزيتيف 2، ولو نون ميتال بيبقى ايه؟ نيجاتيف 2. فانت تفرق هل انا داي فالنت ميتال فبقى بوزيتيف، ولا نون ميتال فبقى نيجاتيف. هو دي القصه. يبقى انا هنا ممكن اعدل على حاجه بسيطه واقول لك ان الميتالز كلها بتعمل لوز وبتتحول لايه؟ لبوزيتيف ايون. النون ميتالز بتعمل جين وبتتحول لنيجاتيف ايون. طب والنوبل جاز يا مستر؟ لا النوبل جاز اصلا كومبليت، لا بيخسر ولا بيكسب، اللي هو الانرت جاز. في مشكله في الكلام ده؟ طيب فدي كده بالنسبه للميتالز والنون ميتالز والاليمنتس بشكل عام، وانا عايزك تحفظ لي من 1 لحد 20. طيب في بقى شويه يعني في شويه اليمنتس هبعتها لك برضو، الحاجات دي عايزك تحفظها بالفالنت بتاعها. يعني انا برضو انت ما عندكش وقت تفضل كل شويه تعمل ديستريبيوشن وتشوف بقى لوز كام وجين كام ومش عارف ايه، فانا بعد كده هبعت لك حاجات انا محتاج تحفظ الفالنت بس، مين المونو، مين الداي فالنت، مين تراي فالنت، وهكذا. خلاص كده. محتاج اقول لك حاجه بس بسيطه اخيره في الفيديو بتاعنا ده ونختمه لحد هنا، وهو ايه بقى؟ عايز اكلمك على حاجه اسمها سريعا كده، حاجه اسمها اتوميك جروبس. اتوميك ايه؟
جروبس. ركز معايا في الحته دي عشان مهمه جدا جدا جدا. الاتوميك جروبس، قال لك الاتوميك جروبس دول يا بيه عباره عن تقدر تعتبرهم جروب، هم اسمهم اتوميك جروب. ها، دول عباره عن جروب اوف اتومز. جروب اوف ايه؟ اتومز، مجموعه من الاتومز. act like one atom. ايه ده يا مستر؟ يعني ايه؟ يعني هم عباره عن مجموعه فيها اتومز كتير بس بيتعاملوا معامله الاتوم الواحده. يعني ايه يا مستر بيتعاملوا معامله الاتوم الواحده؟ هقول لك يعني برضو بيعملوا لوز وبيعملوا جين. يعني يا مستر من الاخر بيبقوا بوزيتيف وبيبقوا نيجاتيف. في مشكله في الكلام ده؟ طيب يبقى اذا الاتوميك جروبس عباره عن مجموعه من الاتومز، الاتومز دي بتتعامل معامله الوان اتوم. طب يا مستر حاضر، اديني امثله عليها. هقول لك عندي حاجه مثلا زي OH. ايه دي يا مستر؟ والله دي عباره عن مجموعه من الاتومز اسمها هيدروكسيد. طب يا مستر مجموعه الاتومز دي إيه هي بتعمل لوز ولا بتعمل جين؟ هقول لك لا بتعمل جين فبتبقى نيجاتيف. وطالما انا كاتب لك نيجاتيف بس يبقى ده نيجاتيف 1. يعني ده مونو فيلنت. مونو فيلنت يعني ده كسب 1. طيب عندي حاجه تانية زي الكربونيت. كربونيت. خلاص ده ايه ده يا مستر؟ لا ده والله الكربونيت ده اكتبه لك هنا كده. عندي CO3 اللي هو الكربونيت اهو اسمه كربونيت CO3 وده نيجاتيف 2. يبقى ده معناه ان هو يا مستر داي فيلنت. داي ايه؟ داي فيلنت. عندي حاجه اسمها السلفيت اللي هو SO4. SO4 هو ده السلفيت نيجاتيف 2. يلا اهي سلفيت. طب ده معناه ايه يا مستر؟ طالما نيجاتيف 2 يبقى داي فيلنت. طيب عندي كمان حاجه اسمها ايه؟ عندي حاجه اسمها باي كربونيت HCO3 باي كربونيت. خلاص دي نيجاتيف بس يبقى هي معناها ان هي جين 1. بص حتى اسمها ايه؟ باي كربونيت. باي كربونيت. ايه ده يا مستر؟ انا ملاحظ ان انت فوق كنت كاتب لي فوق هنا كده، بص كده كنت كاتب لك كربونيت. كربونيت كانت CO3. لما جيت كتبت لك باي بس ضفت ايه؟ ضفت اتش. خلاص ده الفرق. طيب عندي حاجه اسمها ايه؟ عندي حاجه اسمها فوسفيت. ايه هي الفوسفيت دي يا مستر؟ BO4 ودي بقى نيجاتيف 3. خلاص دي اسمها ايه؟ دي اسمها فوسفيت. اسمها ايه؟ فوسفيت. دي نيجاتيف 3 وده معناه ان هي ايه؟ ان هي جين 3. يبقى تراي فيلنت. تراي فيلنت. خلاص. طيب ايه تاني يا مستر؟ عندي حاجات تانية. عندك حاجات تانية. عندك مثلا حاجة زي ال NH4. خلاص بس دي بقى الوحيدة العائق الوحيد بقى اللي بيكون بوزيتيف. بيكون ايه؟ بوزيتيف. طب ده اسمه ايه يا مستر؟ ده اسمه امونيوم. اسمه ايه يا بيه؟ امونيوم. ده بقى ايه؟ ده بقى مونو فيلنت. مونو فيلنت. وطالما هو بوزيتيف يبقى ده عامل لوز ولا جين؟ لا يا مستر عامل لوز. خلاص كده يبقى تقدر تقول ان ده الوحيد اللي هو بوزيتيف اهو. ده الوحيد اللي هو بوزيتيف اللي هو اسمه امونيوم. يبقى انت معاك هيدروكسيد ومعاك كربونيت ومعاك سلفيت ومعاك باي كربونيت ومعاك فوسفيت. معاك كمان حاجه اسمها NO3. NO3 دي بتبقى نيجاتيف بس اسمها نايت ريت. اسمها ايه؟ نايت ريت. دي بتبقى نيجاتيف بس يعني عملت جين 1 يعني مونو فيلنت. ليها بقى اخت صغيره اسمها NO2. اسمها ايه دي بقى؟ اسمها نايترايت. اسمها نايترايت. خلاص كده يبقى انا معايا حاجه اسمها نايتريت NO3 ومعايا حاجه اسمها نايترايت NO2 ودي نيجاتيف ودي نيجاتيف. محتاج بقى تحفظ دول على الاقل دلوقتي. في اتوميك جروبس تانية كتير بس انا محتاج دول بس على الاقل دلوقتي، وبعدها لما اخش في المنهج ان شاء الله هناخد اكتر من كده. طيب فالاتوميك جروبس تستنتج ايه من الكلام ده؟ تستنتج ان الاتوميك جروبس عباره عن جروب اوف اتومز، كذا اتوم مع بعض. والله يا مستر اكت لايك وان اتوم. طب يا مستر احفظهم ازاي؟ يعني حفظهم برضه يا مستر رخم. هقول لك بص، عندك مثلا اول حاجه تعال نروح على الهيدروكسيد. بص كده لو جيت كده على الهيدروكسيد اللي في البدايه دي هي او اتش صح؟ تلاقي كلمه ايه؟ هيدروكسيد. هيدرو دي معناها اتش واوكسيد يعني ايه؟ يعني او، فبقت او اتش. طب يا مستر خلصنا منها. عندك كربونيت. كربونيت تلاحظ ان هي جايه من كلمه كربون. خد كده اول لتر اللي هو السي اهو. طب وكلمه 8 يا مستر؟ كلمه 8 ديت تقدر تعتبرها ان هي زي الاو، فلما تلاقي كلمه 8 يبقى حط او. طب او كام يا مستر؟ او 3. طب سلفيت بص خد الاس اهو.
ادي الاس اهو. طب 8 يبقى او، ها او كام؟ او 4. طب يا مستر باي كربونات، طب ما انا حفظت ان الكربونات سي او 3 اهو، الباي اتش بس يا عم. فوسفيت خد البي اهو 8 او كام؟ او 4 يا مستر. طيب عندك الامونيوم ان اتش 4 دي ما فيهاش حاجه. نيتريت خد الان اهو، ها 8 يبقى او كام؟ او 3. نيترايت ادي ان اهو، ايت الايت ديت خد بالك دي الاخت الصغيره لل8 فبقت ان او 2. طب الفيلنت يا مستر المونو والداي، يعني احفظ منين هو عامل جين 2 ولا عامل جون 1 والكلام ده؟ هقول لك بص، تلاحظ ان مفيش غير الكربونات والسلفيت لحد دلوقتي اللي داي فيلنت، ومعاه التراي فيلنت اللي هي الفوسفيت، بس الباقي كله مونو فيلنت. خلاص يبقى work smart not hard، يعني اشتغل كده بس بذكاء. خلاص كده يا بيه، تقدر تقول ان احنا غطينا جزء كبير من الاساسيات اللي انت محتاجها لحد دلوقتي. في حاجات تانية هنشرحها بس في الايه، في الجزء التاني من الفيديو بتاعنا، وهو how to write a chemical compound، ازاي بقى نوصل يا مستر ان احنا نكتب compound. اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. معكم مستر خالد، مع السلامة.